إصدار شهادات 40% بالبنوك، أربط الشهادة ال 40% الآن أم الشهادة 30% بالبنك الأهلي وبنك مصر، وأيهما أفضل بعد اجتماع البنك المركزي الأخير وتثبيت أسعار الفايدة؟ تعال نشوف تفاصيل الفايدة الجديدة، بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. طبعا كلنا تابعنا اجتماع البنك المركزي الأخير اللي كان يوم الخميس يوم 17 أكتوبر 2024، وهنا قرر في البنك المركزي تثبيت أسعار الفايدة، وده للمرة الرابعة على التوالي، حيث وصلت الفايدة في الليلة الواحدة عند مستوى 27.4% وال28.4% على الترتيب. وطبعا كلنا شهدنا انخفاض أسعار الفايدة من الفدرالي الأمريكي سابقا، وكان ب50 نقطة أساسي، وكمان كان متوقع عليه ان هو ينزل اسعار الفايدة في الاجتماع القادم 50 نقطة اساسي. لذلك كان يتوقع كثير من المحللين بان يتم تخفيض اسعار الفايدة من البنك المركزي، لكن احنا كنا نتوقع هنا في القناة ان هو هيثبت اسعار الفايدة، وكان لنا مبرراتنا وعرضناها كتير في الفيديوهات السابقة قبل اجتماع البنك المركزي. وكان من أهم المبررات إن البنك المركزي رفع خلال 2024 أسعار الفايدة وصل فيها ارتفاع 8%، وهنا يبدأ البنك المركزي بتثبيت أسعار الفايدة للعودة تدريجيا وتخفيض أسعار الفايدة، وكمان يمكن إلغاء بعض الشهادات المرتفعة العائد لدى البنوك خصوصا البنك الأهلي وبنك مصر. لذلك يبحث معظم العملاء عن أعلى عائد مطروح في البنوك، واحنا وعدناكم هنا في القناة هننزل كل الشهادات المطروحة في البنوك وهنقارن لك ما بين الشهادات والفايدة المناسبة لحضرتك، اربط عليها. طبعا كلنا شايفين المؤشرات القادمة وهي الاتجاه نحو تقليل أسعار الفايدة، خصوصا لو الفدرالي الأمريكي خفض الفايدة مرة ثانية ب50 نقطة أساسي. هنا هيبدأ بتخفيض أسعار الفايدة من البنك المركزي. وكتير من عملائنا على القناة بيسألونا إيه أفضل عائد موجود في البنوك حاليا، وقارن لنا ما بين الشهادات المطروحة حاليا ما بين الشهادات سواء في البنك الأهلي أو بنك مصر أو أي بنك عامل في مصر بأعلى الشهادات. لذلك بذكرك إن احنا هننزل كل يوم فيديو وهننزل مقارنة ما بين الشهادات وكمان أسعار الذهب وتقارير الذهب. فكل اللي عليك ان انت بتشترك في القناة وتفعل الجرس واللايك للفيديو، عشان الناس اللي بتقول لي ما بيجريش اشعار من القناة، هتنزل اسفل الفيديو اطلع على علامة اللايك، اضغط لايك هيجيلك مننا اشعار بالشهادات القادمة، هتكون هامة جدا. كل يوم هننزل شهادات ونقارن ما بين الشهادات اللي ما بين البنوك. تعالوا بينا بقى نتعرف على الشهادات المطروحة والناس اللي بتسأل على الشهادة ال 40% المطروحة في البنوك وايه هي مميزاتها وايه هي عيوبها. اولا هناك في شهادة 40% وفي شهادة 30%. شهادة 30% دي شهادة متناقصة العائد بيطرحها البنك الأهلي وبنك مصر. يعني ايه متناقصة العائد؟ يعني أول عام هتاخد فايدة فيه 30%، تاني عام 25%، تالت عام هتاخد 20%. طيب أما الشهادات ال 40% المطروحة في البنك العربي الأفريقي بمصر، الشهادة دي شهادة لمدة 3 سنوات، العائد فيها وصل فيه 40%. هنا يصرف العائد ايه؟ كاملا مقدما، يعني هتصرف العائد 40% دفعة واحدة. عند استثمارك مبلغ 100,000 جنيه هتحصل مباشرة على 40,000 جنيه، وبعد انتهاء المدة ال3 سنوات هتحصل على المبلغ بتاعك ال100,000 جنيه مرة ثانية. أما الشهادات المتناقصة العائد هتحصل في نهاية المدة على 75,000 جنيه، يعني أول عام هتاخد 30,000 جنيه على 100,000، و25 في تاني عام، والتالت عام هتاخد 20,000 جنيه، يعني المجموع كله هيكون 75,000 جنيه. لكن الفارق ما بين الشهادة دي وبتاعة العربي الأفريقي وشهادة البنك الأهلي إن شهادة البنك العربي الأفريقي هتاخد الفايدة بتاعتك ال 40% معائد مدفوع مقدما، يعني عند ربطك 100,000 جنيه هتاخد 40,000 جنيه، وفي نهاية المدة هتحصل على أصل المبلغ بتاعك اللي هو 100,000 جنيه. ليك هنا حرية اختيار ما بين الشهادات، احنا بنقرر لك ما بين الشهادات وانت اللي بتقرر هل اربط الشهادة
30%، هل اربط شهاده 40%، 26%. هننزل لك كل الشهادات ونقارن لك ما بين الشهادات. كل اللي عليك ان انت بتشترك في القناه وتفعل الجرس ولايك الفيديو، وما تنساش تشارك الفيديو على كل اصحابك عشان يوصلك مننا اشعار من القناه.